كابتن احمد شوبير اتكلم كلام مهم جدا. ما تيجي نشوف الكابتن احمد شوبير قال ايه، ونرجع مع بعضنا تاني نكمل في التفاصيل. بس بالله عليك يا اخي ما تدخلش على بالله كل اشتراك وتفعل الجرس وخانة بدون الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعال شوف الكابتن احمد شوبير قال ايه ونرجع مع بعض. مباراتين هامتين، الاهلي في ضيافه الهلال في موريتانيا، الماتشين الساعه 9 على فكره. وفي مباراه في نفس التوقيت تجمع ما بين الترجي التونسي وسان داونز الجنوب افريقي. في مباراه بكره اورلاندو بايرتس بيستضيف المولوديه الجزائري. اورلاندو كان كسب خارج ملعبه بهدف مقابل لا شيء. والفرق الجنوب افريقيه الحقيقه انا بعتبر هي والفرق المغربيه فقط لا غير هم اللي بينافسوا على اللقب مع الفرق المصريه. حتى في بطولة الكونفدرالية هتلاقي الزمالك بينافسوا المصري ونهضة بركان. يمكن برضو في ناديين من الجزائر، الاتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني، دول أبرز الأندية المنافسة سواء للأهلي أو بيراميدز أو الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية. لكن خلينا الأول نتكلم على بيراميدز لأنه برضو مهم. شايف الناس مش مدية البيراميدز حقه الطبيعي. فريق كسب في المباراة الأولى 4-1، فوز كبير جدا جدا جدا، وده فوز مهم من نادي بيراميدز وقربه تماما من التأهل والصعود. يعني البعض بيقول يعني مثلا مدرب امبارح نادي الجيش الملكي قال لك لا احنا هنعمل ريمونتادا. طبعا كل الأحلام مشروعة، محدش يقدر يقول لحد ما تحلمش يعني. لكن ارض الواقع بتقول انه بيراميدز بنسبه كبيره تكاد تقترب من 100% في المباراه النصف نهائيه. ده توقعي انا الشخصي يعني، او ده رايي انا الشخصي. النتيجه تقيله وفريق بيراميدز فريق تقيل، والحقيقه عمل عروض كويسه قوي سواء في المجموعه او في المباراه الاولى. خسر او طلع الثاني في المجموعه خلف الترجي، لكن كان بفرق الاهداف مش بفرق النقاط. وعلى فكره كان احسن له انه يطلع تاني، لانه مواجهه الجيش الملكي طلعت اخف من مواجهه سان داونز الجنوب افريقي. سان داونز فريق بيلعب على الانديه المصريه جيده، يعني كسب بيلعب بطريقه جيده، كسب الاهلي قبل كده وكسب كمان البيراميدز نفسه. لكن بيراميدز ان شاء الله هيكون في المباراه النصف النهائي. المباراة الثانية الحقيقة مباراة الأهلي مع الهلال في موريتانيا في نواكشوط في ملعب نجيل صناعي. بتصورها مباراة ليست بالسهلة، مش بتصورها، الكل متأكد أنها مباراة ليست بالسهلة. مباراة الأهلي مع الهلال السوداني. ليه مش سهلة؟ لأنه الأهلي اللي عمل في نفسه كده. الأهلي هو اللي قدم عرضا يعني مش جيد من وجهة نظري، مش عرض قوي للنادي الاهلي. مباراة بيديرها الحكم الجابوني بيير اوتشو، ومعاه سورو فاتي، ومعاه باتريس من بيامبي، وعلى المروشيسية ماريا ريفيت، والكاميرونية كارين اتزنبونج على تقنية الفار. يعني الاهلي مباراة الذهاب كسب 1-0، والمباراة كانت سهلة، مش سهلة يعني، انت جبت جون بدري فده بيسهل لك الدنيا شوية. انت ما قدرتش تستغل النتيجة دي او الهدف المبكر ده، والاهلي ضيع فرصة او فرصتين لكن في المقابل برضو في فرصة او فرصتين ضاعوا من نادي الهلال. الشيء الجيد في الاهلي ان شباكه لم تهتز في القاهرة. 1-0 على فكرة نتيجة جيدة، يعني نتيجة مش سيئة، احسن من 2-1، احسن من 3-2، احسن من 0-0 او مكسب في النهايه. 2-1 يدخل فيك هدف انت بره، لكن 1-0 يدخل فيك هدف انت تقدر ترجع، يدخل فيك جونين تقدر ترجع. يعني فيها فرص جيده مش بطاله يعني. كمان الحقيقه انا وانا بحضر بالشغل عايز اقول لك انه في عدد اللعيبه الاجانب في الهلال كتير جدا. يعني انت عندك الحارس فوفانا، عندك المدافع السنغالي عثمان ضيوف، عندك الطيب بن زيتون ده اتصاب ومش هيلعب الماتش ده، عندك المدافع السنغالي جونيور ميندي بس ده ما لعبش الماتش اللي فات بس موجود، عندك خاتم دياو ده الباك ليفت السنغالي موريتاني، عندك إبيولا ده الباك اليمين كونغولي، عندك الحاج مديكي لاعب الوسط سنغالي، عندهم كمان جونيور تندنج ده لاعب وسط سنغالي ساعات بيتم الدفع بيه،
عندهم اداما كوليبالي كان احتياطي الماتش اللي فات، عندهم احمد سالم مبارك ده من موريتانيا مهاجم مميز، وعندهم من البوروندي جان كوردي. عنده 10 لعيبه محترفين من الخارج. ده اللي قوى جدا من فرقه الهلال المره دي، عشان الناس تستغرب هو الهلال السنه دي ايه اللي حصل له. اللي حصل له رغم انه خارج ملعبه وانه ما عندوش يعني المسانده الجماهيريه، لكنه السودانيين حقيقه او الاخوه السودانيين زي المصريين، يعني من ان هم عندهم عشق كره القدم وان هم بيلفوا ورا فرقهم في كل مكان. وكتير جدا من الاخوه السودانيين موجودين في موريتانيا، يمكن في ليبيا اكتر زي ما في مصر اكتر. يعني احنا بنلعب ماتش الذهاب كان عدد كبير جدا من الجماهير السودانيه موجوده في الاستاد، واهلا وسهلا ومرحبا بهم في بلدهم في مصر، وان شاء الله الامور تستقر هناك، ويعني ان شاء الله ينوروا بلدهم من جديد. لكن يا مليون مرحبا بهم. فالمدرج هو كله 9000 في المباراه. المصريين في موريتانيا قليلين، والعدد اللي هيشجع النادي الاهلي قليل، لكنه مش هتفرق كتير. يعني اللي هتفرق روحك، اصرارك. اللي هيفرق اكتر من وجهه نظري بعيدا عن الروح والاصرار اللي هي المهمه جدا واساسيه، طريقه اللعب واختيار التشكيل. لانه على مستر مارسيل كولر انه يكون شايف كويس قوي الرؤيه عامله ازاي بالنسبه له، مهمه الى اقصى درجات الاهميه. لازم 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 يبقى في تشكيله جيده، لازم يبقى في طريقه لعب جيده لهذا اللقاء. يعني للامانه مش هحاسب الاهلي على الاداء في هذا اللقاء، هحاسبه على النتيجه. ده اللي يهمني، لانه الناس مش هتتذكر اذا كان الاهلي لعب حلو ولا لعب وحش، لكن هتتذكر الاهلي صعد او لم يصعد. طب القلق ليه موجود؟ لانه حاله الاهلي الفتره الاخيره مش جيده، استعداد الاهلي نفسه مش جيد. وانا دايما بنادي بالمباريات الوديه، يا جماعه لازم يكون في مباراه وديه. انت خلاص قررت انك لا تستغل مباريات كاس الرابطه، فطيب استغل، اعمل ماتشات وديه. الاهلي لعب مباراه وديه وحيده امام زد بفريقين مختلفين، كان خسرها 3-1، لكن عدد المباريات الوديه قليل جدا. الاجازات كتيره شويه من وجهه نظري برضو الشخصيه. في احمال موجوده الحمد لله، اصابات الشد والحاجات دي بدات تخف شويه بعد ما الحمل اتغير، لكنه تجهيز اللعيبه يا جماعه بالتدريبات بس انا ما بشوفوش مجدي. انا شايف التجهيز دايما يكون من خلال المباريات، بخير رجلك في الملعب. قلت لكم زمان خالص، الواحد كان في بدايه الثمانينات، يعني عمر وزمن، كنا نلعب المباراه تاني يوم كان لازم يبقى في المباراه الرسميه، تاني يوم لازم يكون في مباراه وديه للعيبه اللي ما لعبتش او اللعيبه اللي بتتاهل او اللعيبه اللي بتتجهز. كان استاد التتش ده بيبقى فيه 15000 متفرج و10000 و5000 وهكذا يعني. فالمهم يعني تشكيله الاهلي المتوقعه: الشناوي، هاني، اشرف داري، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، مروان عطيه، اكرم توفيق، وقد يضع احمد رضا، اشرف بن شرقي، امام عاشور، حسين الشحات، وسام ابو علي او جراديشار. وجهه نظر الشخصيه انه الجنبين لازم يكونوا حسين الشحات واشرف بن شرقي، ان امام عاشور يرجع لمكانه مره ثانيه، وسام ابو علي راس حربه ممتاز، لو مش موجود يبقى جراديشار. تقفل نص الملعب باثنين فقط، يعني بمروان عطيه واكرم توفيق او احمد رضا، عشان بس تقدر تهاجم ويبقى لك شكل هجومي كويس، تشتغل بقى بشكل دفاعي جيد. يعني فرص الاهلي جيده جدا جدا جدا، بشرط زي ما قلت لك روحك، اصرارك، تركيزك، عزيمتك، وانك من البدايه مبين للفريق اللي قدامك انا جاي عشان اصعد بقى بالمكسب، اصعد بالتعادل، اصعد باي طريقه، لكن جاي عشان اصعد. هل الاهلي قادر انه يعملها؟ جدا جدا جدا، لكنه زي ما قلت لكم لها شروط، لها متطلبات. بصراحه يعني الواحد ماسك قلبه بايده، وبصراحه الواحد قلقان جدا وخايف جدا من اللقاء ده، وده يدينا بعد كده يعني ايه يعني الدرس، انك حبيبي استفيد من المباراه اللي عندك، من جمهورك الجميل اللي بيبقى وراك. يعني نتمنى النادي الاهلي الفوز، نتمنى النادي بيراميدز الفوز، نتمنى ان شاء الله اداء جيد لكره القدم المصريه. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. لكن بتاعتك لان لايك بتعمل وبيدعم الفيديو، فما تبخلش عليا باللايك، ونسيت يعني اشترك، معلش يعني ادي لايك واشترك تبقى جزاك الله خيرا يعني. وفي كده بص جنب اشتراك كده في رسمه الجرس حلوه كده، حلوه كده، تدوس عليها توصلك قائمه كده صغيره من 4 اختيارات بتاعي في كلمه الكل، او 3 اختيارات في كلمه الكل، فلو دوست عليها يبقى جزاك الله خيرا عشان يوصلك مني كل جديد.
كابتن حسام عاشور الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، اكتر لاعب واخد بطولات. تخيل معايا كابتن حسام عاشور لو كان موجود لغايه يعني مش لغايه دلوقتي، يعني من كام سنه، من سنتين ثلاثه، كان يبقى هو اكتر لاعب حصل على البطولات في تاريخ العالم كله، قاريه محليه، بص في تاريخ العالم كله. لكن كابتن حسام عاشور يعني ركب الموجه ساعتها، ركب الموجه في الوقت اللي كان الموجه شديده على النادي الاهلي. كان طبعا راجل طيب مشتري الناس كلها، الراجل طيب مشتري الناس كلها، مشتري الحكام باتحاد الكوره بالاعلاميين بكل حاجه. كان اي حد ينتمي لكره القدم او للرياضه المصريه كان جاي على النادي الاهلي ساعتها. فالكابتن حسام عاشور ساعتها ركب الموجه، ركب الموجه. فعادي يا عم، ان شاء الله باذن الله. يعني كابتن محمود الخطيب قلبه كبير، واكيد يعني زي مصالح مصالح مرتضى منصور وقبل اعتذاره، وان شاء الله يقبل اعتذار الكابتن حسام عاشور. صلى على الحبيب. ودي لايك دلوقتي بعد اذن حضرتك. اتحاد الكوره كده طلع شويه قرارات كده وشويه حركات كده، طبعا دي بدايه نهايه الرابطه. بس اللي يهمنا منها، مالناش دعوه بالرابطه ولا الكلام ده، كل اللي يهمنا مننا ان فتح القيد من 2 يونيو، من 2 يونيو. ده اللي يهمنا منها عشان عشان خاطر النادي الاهلي يقدر يعيد اللعيبه اللي هتلعب معاه في كاس العالم للانديه. ده اللي يهمنا الصراحه. ويهمنا كمان ان النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي مش هيلعب في الاجنده الدوليه. ده برضو يعني يهمنا. واللي يهمنا تاني ان ترخيص الانديه، ترخيص الانديه يقدر النادي الاهلي يطعن بقى في اي رخصه ياخدها اي نادي. انا كنت قاعد ساكت ليه؟ بتقوموني، ما انا قاعد ساكت، شايف الغلط ومطنش، شايف الغلط شغال ومطنش، بس طالما مش جاي على سكتي خلاص. لكن هتيجي على سكتي هحطك تحت رجلي، هحطك تحت رجلي. نشوف بقى ترخيص نادي الزمالك وترخيص نادي بيراميدز. طيب صلى على الحبيب. ودي اللايك دلوقتي بعد اذن حضرتك. من كام يوم قلت لك ان المنتخب في الاجنده الدوليه الوديه، حلوه الاجنده الدوليه الوديه، المنتخب هيلاعب منتخب تقيل. قلت لك ساعتها منتخب الكاميرون، والله قلت لك من يومين ثلاثه عشان يبقى حلفنا مظبوط. بص انا مش هحلف كدب على حاجه ماشي، وكنا سباقين يعني من الناس اللي قالت. دلوقتي الناس طلعت قالت، وناس قريبين من اتحاد الكوره قالت لك ان منتخب الكاميرون في شركه راعيه عرضت على المنتخب المصري او على اتحاد الكوره، بص يا عم اتحاد، هنجيب لك منتخب الكاميرون هيلعب في قطر، والمواصلات والاكل والشرب والانتقالات والحركات والحلويات وكل حاجه، وهتاخد لك كمان يا عم الحاج ايه، مبلغ كويس، ياخد لك $100,000. بس انا ما قلتش ال $100,000 ساعتها، بس قلت لك هياخد مبلغ، بس ما قلتش كام. قلت لك وديتين، قلت لك الكاميرون وفي وديه تاني مع فريق تاني. الوديه التانيه دي كانت مع ليبيا، لكن الكابتن حسام حسن رفض. الكابتن حسام حسن قال لك يا عم انتوا بتلبسوني في الحيط، انتوا ايه يا عم الحاج، انتوا عايزين ايه؟ العب الكاميرون بالفريق الاول بتاعها اللي هو اللوز بالمحترفين بالحركات بالحلويات، واروح شايل قبح، واروح شايل الطين، وفي الاخر تروحوا مديني يا باشا بالشلوت على بره تاكلوني. اصل بقى الموجه عاليه والجماهير والحكايه لا يا باشا، انا مش عايز العب او هلغي الاجنده الدوليه دي، انا مش عايز العبها او الغي المعسكر، الغي المعسكر. لكن الاتحاد فاجئنا وقال لك لا يا عم الحاج، عشان خاطر حفظا على التصنيف، حفظا على التصنيف، لا احنا لازم نلعب. كابتن حسام حسن قال لك هلعب الكاميرون زي من غير لعيبه النادي الاهلي، من غير لعيبه النادي الاهلي يا جماعه. انت بتتكلم من النادي الاهلي حسام حسن بياخد منه او كابتن حسام بياخد 6 لعيبه، زيد عليهم تريزيجيه، زيد عليهم محمد عبد المنعم، زيد عليهم حمدي فتحي. فانت بتتكلم، لا بتتكلم في 9، بتتكلم في 8، غير طبعا حط مرموش مش جاي عشان يلعب مع السيتي، حط محمد صلاح مش هيجي طبعا فتره الراحه بتاعته. فلا انت هلعب بمين؟ باللي هنا، اللي هنا تعبانين، ده انا كده، ده انا هبقى تعبان التعبانين خالص، انا كده هشيل الطين. فلا نلغي احسن. قال لهم طب ايه، لا انا لو هلعب هتقول ايه، منتخبات كده على قدي. طب ايه رايك يا عم في كوزر والكومر؟ قال لهم يا سلام، ده لوز اللوز، يا سلام بقى لو جبتوا لي اقل من كوزر والكومر كمان في الوديه الثانيه، تبقوا ناس 10 على 10 وخدمتوني الصراحه. فالكابتن حسام حسن وافق خلاص على جزر القمر، واتحاد الكره كلم جزر القمر وخلاص وافق على الوديه، وهيشوفوا منتخب نص ليبه تاني يلعب مع المنتخب مصر حفظا على التصنيف، حفظا على التصنيف. طب صلى على الحبيب. ودي لك دلوقتي بعد اذن حضرتك. كابتن ميدو خرج علينا، ابنه كان بيلعب مع نادي الزمالك امام النادي الاهلي في مباراه في الناشئين، مركزها العاشر، مركز الزمالك العاشر والاهلي الثامن. فابن ميدو جاب جون، المباراه خلصت 1-0. ابن ميدو جاب جون عادي، لا خرج علينا الكابتن ميدو، ابني ميسي، ابني كريستيانو، الحق يا عم الحاج، ده مارسيليا بيجري وراه عشان يمضيه،
مارسيليا مين بتاع فرنسا؟ يا عم الحاج. طب الحق يا عم الحاج، ايه تاني؟ برشلونه اجري، برشلونه عايز يمضيه. طب الحق ريال مدريد مره واحده كده ابن ميدو بقى ميسي، بقى كريستيانو رونالدو، خلاص بقى محمد صلاح، بقى مرموش. طب يا عم الحاج ده احنا ما سمعناش عنه غير منك، ما سمعناش عنه غير منك. يعني حتى لو ليه كرامات كانت هتبان، كان حد هيتكلم غيرك. مين يشهد العروسه؟ معلش ما شفناه، ما سمعناش على ابن ميدو غير منه هو. فالمهم يا عم، عشان يطلع المسؤول الاعلامي في نادي مارسيليا الفرنسي، قال لك يا عم الحاج اشاعه، واحنا ما بنردش على الاشاعات. الناس دي عقلها قد البيله، بتاكل بيلا كتير. الناس دي بتاكل بيلا كتير. فنادي مارسيليا رفض كل الاشاعات دي، قال لك مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده، ولا اتكلمنا ولا فوضنا ولا هنتفاوض. مين ابن ميدو ده؟ مين ميدو اصلا؟ قال لك كان بيلعب عندنا، ده اللي كان بيقعد احتياطي، هو ده. طب خلاص مش احنا مشيناه، خلاص ملوش علاقه بينا، ملوش علاقه بينا. فما فيش لا مارسيليا ولا اي حاجه ولا اي نادي. اصلا ما فيش غير نادي الزمالك، يعني ابن ميدو بيلعب عشان خاطر ابوه، لازم تبقى فاهم. ابناء عاملين. اصل معلش لو حلو كنا هنسمع عنه، يعني شفنا ابن سيد معوض كان جاي له ايه؟ كابتن سيد يعني سيد معوض، مش نادي من فرنسا، من اسبانيا. معلش يعني الراجل كان جاي، الناس بتتكلم يا احمد ياسر، هي الناس كانت بتقول عليه حلو. امال ابن ده احنا ما سمعناش حتى بتوع الزمالك بيتكلموا، ده هو اصلا ما كانش بيتكلم غير لما ابنه جاب الجول. عليك يا اخي، اذا عجبك الفيديو بخير شرب اللايك والاشتراك وفعل الجرس. واهم حاجه من اي حاجه صلاه الحبيب، صلاه الحبيب، صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك، ما عجبكش الفيديو برضه ما تبخلش على باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.